من أشد الانتقادات التي تعرض لها طارق السويدان هو موضوع بنته ميس التي نزعت الحجاب وفتحت صالون تجمع فيه الرجال وتسهر معهم، حتى أنك تجد رجل مستلقي بجانبها وهي تتغزل برجل. بعد الهلاك كيف التجمل في مرايا لا أرى فيها سواك. طبعا طارق السويدان رده كان واضح جدا وكان صارما، لأن الموضوع موضوع شرف ولا يمكن أبدا أن يسكت عنه، مستحيل. ممنوع الحديث عن أسرتي الشخصية. نعم. حياتي الشخصية ليست للطرح العام. ممتاز. وذلك أنا الآن في فيسبوك بعض الناس يسألوني والله فلانة من بناتك عملت كذا، ديليت. بصراحة الرجل معه حق، فكيف يسمحون لأنفسهم بالاعتراض على السويدان؟ الاعتراض له حدود، فليس كل شيء يجوز لنا أن ننتقده أو يجوز لنا الاعتراض على كل شيء. صح يا طارق؟ الدعوة إلى الأفكار، الاعتراض على الدولة، الاعتراض على الحاكم، الاعتراض حتى على الإسلام ما عندي مشكلة به، حتى الاعتراض على الله تعالى وعلى رسول الله. العفو، أليس هذا في القرآن الكريم؟ يعني يجوز الاعتراض على الله وعلى الرسول ولا يجوز الاعتراض عليك أنت وبنتك ميس، وطبعا أتباعه يوافقونه في ذلك، وسوف يعترضون علي لأنني أعترض على من أجاز الاعتراض على الله. ولا أدري لماذا وما هي إنجازات السويدان حتى يتابعه هؤلاء. هيا يا طارق أخبرنا ما هي إنجازاته. بعض واحد يسألني يقول لي يا أخي الدكتور أنت إيش حققت من إنجازات؟ قلت له اسألني هذا السؤال بعد 15 سنة. الشعب السوري حتى لو سقط 40,000 لن يستسلموا، شعب مجاهد، شعب بطل. بشار الأسد قتلنا بمي نشربون، ايش اللي احنا عملنا؟ احنا ما نزل، ايش اللي احنا عملنا؟ الذين خرجوا من جامعة صنعاء للمظاهرات وللثورة ابقوا في أماكنكم ولينضم إليكم كل الناس واملأوا الساحات وعطلوا البلد. لم يعد لوصف السعيد مكان اليوم في اليمن. حرب أهلية شاملة تقرع طبولها في البلاد التي ما إن تدفن ضحايا هجوم مسلح حتى تشرع في عد ضحايا هجوم جديد. ألا ترون حجم الطغيان؟ ألا ترون حجم الفساد الذي ظهر؟ 130 مليار دولار ثروة القذافي وأبناء وزمرة. ليبيا على شفا حرب أهلية والوضع الأمني يتدهور بشكل خطير وغير مسبوق. سروري لا تتخيله. أنا أحمد الله تعالى أني عشت إلى أن رأيت 2011. المعاني اللي سنين أنا أطرحها شفناها الحمد لله. فأنا مسرور بهذه الثورات ومسرور بالنتائج التي حدثت. وأنت جالس في أمريكا أنت وأولادك تدعو الناس للموت وتخريب بلدانهم وتساهم في نشر ثورة الخميني. معليش، نحن سوف نفترض بأن طارق ربما يقول بأن هذا صلاح وخير عظيم. طيب هذا الخير والإصلاح وقتها وصل إلى قطر، فهي يدعوهم للخير، فأنت رجل تحب الثورات. لا نحب الثورات، لا نحب الحروب، لا نحب الخلافات. نتمنى لأمتنا وحدة قريبة ونهضة عامة. افرحوا بالعيد وادعوا لأمتكم أن يوحدها الله سبحانه وتعالى. الآن أصبحت لا تحب الثورات ولا الحروب. ثم تعال أنت قلت لأهل اليمن عطلوا البلد، وبما أنك رجل صاحب مبدأ واحد لا يتغير فقل ذلك لأهل البحرين، فهم أيضا قاموا بثورة في ذلك الوقت. الذين خرجوا من جامعة صنعاء للمظاهرات وللثورة ابقوا في أماكنكم ولينضم إليكم كل الناس واملأوا الساحات وعطلوا البلد. كيف تقبلوا أن تتعطل البلد؟ تعطيل للتعليم وتعطيل للصحة. كيف يتم هذا؟ كيف؟ يا رجل عطلوا البلد ولا لا تعطلوا البلد؟ أنت أكبر شخص متناقض أنا رأيته في حياتي. واملأوا الساحات وعطلوا البلد. كيف تقبلوا أن تتعطل البلد؟ واملأوا الساحات وعطلوا البلد. كيف تقبلوا كيف يتم هذا؟ كيف؟ دعونا نرقع له ونقول بأنه كان يريد خلافة إسلامية وحكم إسلامي، لكنه كان جاهلا ولا يدري أحوال الفتن والدماء ولم يحسب لها حساب. أنا أريد أن أكون من الذين يساهموا في إنشاء هذه الخلافة الراشدة، في إعادة هذه الحضارة الإسلامية الراشدة، وأريدكم أن تشاركوا معي. خلاص تقرينا على أنك تريد خلافة إسلامية. أنت تتوقع بأنني سوف آتيك بمقطع وهو يقول بأنه لا يريد خلافة إسلامية، صح؟ والله صحيح، أنا سوف آتيك بمقطع وهو يقول ذلك. قضية الخلافة الراشدة الإسلامية، الخليفة الواحد الذي يحكم دولة عابرة للقارات، انتهينا من هذا. عندما كان أهل السنة يحذرون منه ومن أمثاله قالوا عليهم بأنهم يطعنون في الدعاة. صحيح دعاة، ولكنهم دعاة فتنة وخراب ودعاة ضلال. السويدان دعا شباب المسلمين لتعطيل بلدانهم، وفي نفس الوقت دعا أبناءه لأمريكا. فلو كان يريد الخير لشباب المسلمين فهو لا يريد الخير لأبنائه، ولو كان يريد الخير لأبنائه فهو لا يريد الخير لشباب المسلمين.